مبارك نصح بايدن لما كان نائب رئيس أمريكا وقال له نتنياهو اوعى تسمع كلامه هيغرقك، وقال لأوباما هتودي بلدك في داهية لو اتدخلت في شؤون العرب. لكن ترامب كان له قصة تاني مع مبارك. تبدأ الحكاية في مايو 2008 لما اتصل مساعد رئيس أمريكا وقتها جورج بوش السفير المصري في واشنطن السفير نبيل فهمي، وقال له الرئيس جورج بوش عايز ياخد رأيك في الخطاب اللي هيقوله قدام الرئيس مبارك لما يزور شرم الشيخ. فالسفير نبيل فهمي قال له قول لي النقط اللي بوش قلقان منها، وفعلا رد عليه مساعد بوش وقال له الرئيس الامريكي هيتكلم عن اوضاع حقوق الانسان في مصر وهيطلب مباشره من الرئيس مبارك وهو قاعد قدامه انه يفرج عن ايمن نور. السفير نبيل فهمي لما سمع الكلام ده رد وقال له بلاش، الرئيس مبارك لو سمع الكلام ده هيبقى موقفه صعب، ولو بوش مصمم على الكلام ده الافضل يلغى الزياره. السفير نبيل فهمي قفل السكه وفورا كلم الرئيس مبارك، اللي اول ما رد عليه قال له نبيل فهمي يا ريس انا هقول لسيادتك حكايه حصلت معايا واتمنى ما تردش عليا في التليفون لان التليفون متراقب. فالرئيس مبارك قال له قول اللي عندك، ومبارك سمع اللي حصل من نبيل فهمي وكان مشدود ومتضايق جدا. ولما خلص نبيل فهمي كلامه قال له مبارك بحث عندك حاجة تانية يا نبيل تقولها؟ فرد عليه نبيل فهمي وقال له لا يا فندم ده اللي حصل. مبارك قفل السكة مع نبيل فهمي وعمل حاجة بوش ما كانش متوقع. بيكمل الحكاية السفير نبيل فهمي سفير مصر في واشنطن بمذكراته في قلب الأحداث، وبيقول إن الرئيس مبارك لما قفل معاه لقيت السفير سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة وقتها بيكلمني وبيقول لي الرئيس بيقول لك برافو عليك، وبوش بيخبط عشان ما سمعش نصيحة الرئيس اللي حذره فيها إن لو دخل العراق وأفغانستان هيتغرز جوه ومش هيعرف يطلع منهم وهيتورط ورطه شعبه هيبقى ضده وقتها. لكن نبيل فهمي بيقول ان الرئيس مبارك كان ذكي جدا وراح سبق وعمل مؤتمر ضد بوش نفسه وقال فيه احنا بنرفض اي املاءات على مصر والافضل ان هم يهتموا بحريه الشعوب احسن من الكلام على الديمقراطيه اللي عايزين يعملوها بالعافيه. يعني ازاي الشعب مش حر هتخليه يؤمن بالديمقراطيه؟ وفعلا بوش تراجع عن القاء الخطاب ده قدام مبارك. لكن ايه نصيحة مبارك لجورج بوش اللي ما سمعهاش؟ بتقول تسريبات ويكليكس ان السفيرة الامريكية نقلت برقية وقالت ان مبارك شايف ان جورج بوش شخص ساذج لانه دخل العراق وافغانستان، وان هو حذر ان ده مستنقع محدش هيعرف يخرج منه لان مفيش حد يقدر على الجغرافيا ويحارب في الجبال. لكن طبعا جورج بوش ما سمعش نصيحة مبارك ودخل مستنقع احتلال العراق وافغانستان وبقى قدام الرأي العام الامريكي ورط جيشه وبقى يبحث عن حل للورطه دي، وما كانش قدامه غير الجيش المصري. وده اللي بيقوله وزير الخارجيه في عهد الرئيس مبارك السفير احمد ابو الغيط اللي بيقول في مذكراته شهادتي انه لما كان بيتابع محاضر اجتماعات مجلس الشيوخ والكونجرس الامريكي فهم منها ان الامريكان بيلعبوا لعبه خبيثه، بيمسكوا كارت ايمن نور اللي كان محبوس وقتها وبيتكلموا وبيضغطوا على مصر عشان مصر تستجيب لضغوط بوش اللي كان عايز مصر تدعمه في افغانستان والعراق. يعني النواب في الكونجرس كانوا بيقولوا ان احنا محتاجين قوات عربيه مسلمه تخش معانا الدولتين المسلمتين دول، وما كانش قدامه غير الجيش المصري. وكان في تلميحات لو عملت مصر الكلام ده هيبقى في تفاهمات كتير في ملفات تانية زي حقوق الانسان، وده لان جورج بوش كان عايز دعم مصر العسكري باي طريقه عشان يواجه الغضب الداخلي في امريكا من كتر الخسائر الامريكيه في العراق وافغانستان. غرور جورج بوش وعدم استماعه لنصيحة مبارك كان سبب خسارة حزبه في الانتخابات الرئاسية الحزب الجمهوري بعد ما خاض المرشح الجمهوري وقتها جون ماكين الانتخابات ضد المرشح الديمقراطي وقتها باراك اوباما. وكان ملف الانسحاب من العراق وافغانستان ابرز نقاط قوة برنامج اوباما، على عكس جون ماكين اللي كان مصمم يبعت قوات اكتر في افغانستان وقال انا ممكن انسحب تدريجيا ببطء من العراق، وده كان طريق اوباما للفوز والوصول للبيت الابيض. لكن رغم كده اوباما برضه ما سمعش نصيحه مبارك، والحكايه بيقولها ابو الغيط في مذكراته ان لما اوباما فاز تفائل بيه الرئيس مبارك خاصه لما جه القاهره
وقابل رئيس مبارك. وفي الزيارة لقى أوباما بيتكلم مع الرئيس حاجة تانية خالص، وبيقول له لازم نعمل إصلاح سياسي جوه مصر. الرئيس مبارك قال له كده كده احنا بنعمل ده، لكن بحذر، لأن أي تغيير مفاجئ أو بشكل مفهوش حسابات هيأثر على استقرار مصر واستقرار البلد دي. طبعا أوباما ما فهمش الكلام ده وافتكر إن مبارك بيهرب من الإجابة، لكن أبو الغيط بيقول إن أوباما رغم كل اللي قاله في خطاب جامعة القاهرة وإنه مساند للقضية الفلسطينية اتغير تماما بعد شهور، وبقى منحاز جدا لإسرائيل، وبقى مصمم يتدخل في الشؤون الداخلية لكل البلاد العربية. ولما زاروا الرئيس مبارك في أمريكا، أوباما عمل معاه حركة فيها عنجهية، خلى الرئيس مبارك يقف يستناه دقايق قبل ما يخش المكتب، لدرجة إن الرئيس مبارك ما كانش مصدق نفسه. وبيقول لي أبو الغيط أنا وعمر سليمان قعدنا نتكلم معاه في أي حاجة عشان نمتص غضبه، لكن مبارك كان قال الحركة دي وفهم ان اوباما بيوصله بشكل عنجهي ان هو اعلى من مصر. فضل اوباما مصر على التدخل في شؤون الدول العربيه، وده بان بقوه بعد احداث ما يسمى بالربيع العربي. وده بيقول اوباما نفسه في مذكراته، وبيقول ان يوم 31 يناير 2011 لما الاحداث عليت كنت قلقان جدا، وكلمت مبارك في التليفون وقلت له انا شايف انك تنحى دلوقتي وخليك ورا ستار احكم عشان نضمن الاخوان ما يوصلوش الحكم، وخلي بالك الاحتجاجات هتزيد ومش هتقدر تعمل اي حاجه. اوباما بيقول انا لقيت الرئيس مبارك بيكلمني بالعربي وما كنتش محتاج مترجم لانه واضح انه كان عصبي جدا، وبعدين قال لي بالانجليزي لو سمحت انا عارف شعبي كويس، الشعب المصري عاطفي وانا فاهمه كويس، يعني فيها معناه خليك في حالك. لكن الكاتب محمد حسين هيكل بيقول في كتابه مبارك وزمانه ان مبارك شتم اوباما في المكالمه دي، وكانت مكالمه صعبه جدا. وكمان مبارك في يوم تنحيه كلم صديقه الاسرائيلي بنيامين اليعازر، وده مسؤول كبير جدا في اسرائيل، كلمه نص ساعه، وكان بنيامين بيطمن عليه، ومبارك قال له انا هتنحى واروح شرم الشيخ، وعايزك تعرف حاجه ان اوباما والامريكان هيندموا على اللي عملوه معايا واللي عملوه في المنطقه، ودي هتبقى ورطه اوباما. وفعلا سبب تدخلات اوباما في مصائر الدول العربيه في الفتره دي والدفع بدخول قوات الناتو ليبيا، وكمان قصف سوريا، واحداث تغيير بالقوه والاجبار دون اي ترتيب، وحتى مفيش تفكير ازاي نواجه الفوضى بعد سقوط الانظمه. كل ده كان نقطه ضعف لحزب اوباما، الحزب الديمقراطي. وكانت مرشحه الحزب وقتها هيلاري كلينتون اللي كانت وزيره خارجيه في عهد اوباما دفع الثمن اللي عمله اوباما، وده نفس اللي حصل مع كاميلا هاريس. واستغل مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب اللي اتهم هيلاري وكمان اوباما بانهم شاركوا في اسقاط دول كتير وعملوا فوضى، والاقتصاد الامريكي دفع ثمن الكلام ده، وفاز ترامب بعدها بسبب الكلام ده. لكن في 2020 نجح الحزب الديمقراطي للعوده للبيت الابيض، وده بفضل جو بايدن اللي استوعب الدرس كويس لما فاز على ترامب وقرر الانسحاب من افغانستان بعيدا عن شكل الانسحاب، لكن ده كان محل ترحيب جدا للرأي العام الامريكي، وكان حريص في بدايه عهده انه ما يكررش خطأ اوباما، لان بايدن وقتها كان نائب اوباما، الا ان بايدن في نهايه عهده غلط نفس خطأ اوباما، ما سمعش نصيحه الرئيس مبارك. والحكايه بيقولها السفير احمد ابو الغيط في مذكراته ان في مايو 2010 اتصل نائب الرئيس الامريكي جو بايدن بالرئيس مبارك، وده وقت مؤتمر المراجعه لمعاهده منع الانتشار للسلاح النووي، واسرائيل ما كانتش موقعه معاهده الحد من انتشار السلاح النووي، وكانت مصر عامله جهود عشان تضغط على اسرائيل توقع المعاهدات دي، والمؤتمر ده كانت مصر هتستغله وتضغط على اسرائيل بشكل رسمي. لكن بايدن كلم مبارك وقال له هو انتوا هتتكلموا على اسرائيل؟ والرئيس مبارك قال له قال له يا ريت تحذفوها في اعمال المؤتمر، ملوش لزوم. فمبارك وافق على الكلام ده، الا ان ابو الغيط بيقول انا لما عرفت كده كلمت مبارك وقلت له يا ريس الموضوع ده ازاي توافق عليه؟ احنا عملنا جهود كبيره جدا عشان نضغط على اسرائيل. فمبارك قال لي المكالمه كانت صعبه وبايدن كان منحاز جدا، وحاولت انصحه بالتوازن لكن مفيش استجابه، وكان واضح ان هو منسق مع نتنياهو. لكن ابو الغيط برضه بيقول انا نجحت اقنع الرئيس بالتراجع عن وعده، وبقينا ندفع في اتجاه الضغط على اسرائيل في ملف النووي. لكن الموقف ده بيعبر ازاي بايدن وقع في مشكله انحياز الاعمى لاسرائيل في ملف الحرب على غزه، رغم ان نصايح مبارك له بالتوازن وانه ما يسمعش كلام نتنياهو، لكن برضه في حسابات تانية خلت بايدن ينحاز انحياز اعمى لكل اللي بتعمله اسرائيل، لدرجه ان كاميلا هاريس مرشحه حزبه فشلت في مواجهه ترامب
ونفس اللي حصل مع هيلاري كلينتون قدام ترامب، ولعب ترامب على كارت ان هي وبايدن ورطوا امريكا في حرب غزه وحرب اوكرانيا. لكن السؤال دلوقتي، هل ترامب اللي اتكلم على الرئيس مبارك وقت تنحيه واتهمه ان هو راجل سرق بلده ومعاه مليارات كتير جدا، وان هو بيعذر الشعب المصري لما نزل صار ضده لما عرف المليارات اللي عملها مبارك وعياله، هل ترامب هيتعلم الدرس وفعلا ينفذ وعده ويوقف الحرب وما يتدخلش بشكل سافر في شؤون الدولة العربية، ولا هيكمل اللي عمله كل اللي سبقوه؟ شاركونا براكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وتابعونا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.